بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. افتح يا ابني القوس وزود بعد اعتزال محمد عبد الشافي كرة القدم، حط كمان اسم محمود عبد الرازق شيكابالا اعتزاله كرة القدم. طيب ايه اللي حصلان ان شيكابالا زعلان وغضبان جدا داخل نادي الزمالك بسبب سوء التعامل معاه، ان في ناس في مجلس الإدارة لا ترغب في بقاء شيكابالا هذا الموسم كمان مع نادي الزمالك، وشايفين ان شيكابالا خلاص كده مسيرته انتهت مع نادي الزمالك، وبيطلبوه وبيضغطوا عليه ان هو يعتزل كرة القدم هذا الموسم كمان. طيب شيكابالا رغبته البقاء داخل نادي الزمالك واستمراره مع نادي الزمالك موسم قادم. طيب في مثل بيقول لك اللي اختشوا ماتوا. دلوقتي إدارة نادي الزمالك أو المسؤولين في نادي الزمالك سايبين كل المشاكل اللي موجودة داخل نادي الزمالك، الصفقات والمشاكل المالية والإدارية والكلام ده كله، وماسكين في محمود عبد الرازق شيكابالا. لازم تبطل كورة. طيب يعني انتوا سبتوا المشاكل دي كلها وما لقيتوش غير شيكابالا احنا كجماهير الزمالك نتمنى ان هو يستمر مع نادي الزمالك للموسم القادم. شيكابالا ياما لعب ود نادي الزمالك، شيكابالا رمز من رموز نادي الزمالك. شيكابالا حقه وتكريمه ان هو يلعب موسم كمان مع نادي الزمالك. عبد الله السعيد 40 سنه وبيلعب مع نادي الزمالك، وبنتحايل عليه ان هو يجدد موسم مع نادي الزمالك، واللاعب بيقول لك انا عايز اجدد موسمين وبالمبلغ اللي هو عاوزه. لكن شيكابالا نضغط عليه، نجم الفريق نضغط عليه، اللي ياما شال نادي الزمالك على كتافه وكان بيلعب مع شوية كسح في الزمن بتاعه وشال ولعب مع نادي الزمالك وما كانش بيتكلم، كان بيغير على تيشيرت نادي الزمالك. شيكابالا لما كان بيخسر كان بيبكي. شيكابالا ياما اتهان من جماهير النادي الاهلي علشان نادي الزمالك، وما فكرش يوم من الايام يسيب نادي الزمالك. بقى ده يوصل بيه ان احنا ما نديلهوش رغبته ونديله اختياره ونقول له فكر براحتك، عايز تعتزل قرارك، عايز تكمل قرارك. احنا كجماهير نادي الزمالك بنتمنى ان احنا نشوف شيكابالا على ارضية الملعب. لو فاز ببطولة بنتمنى ان هو يرقص بالبطولة، الكاس اللي بيشيله، علشان كلنا بنحبه الاسمر الاسمراني. يجي بعض من مجلس الإدارة الفشلة يضغطوا عليه ان هو يعتزل كرة القدم. احنا بنتمنى ان شيكابالا يستمر موسم تاني مع نادي الزمالك. حقه ياما شال فرق كتير لعبت معاه واجيال لعبت معاه، شالها على كتفه وما كانش بيتكلم، وكانت لعيبه ما تستحقش ان هي ترتدي تيشيرت نادي الزمالك، وكان بيستحمل وكان بيلعب. وياما اتهام من جماهير النادي الاهلي علشان خاطر نادي الزمالك، وكان بيبكي علشان الفالنه دي لما كان بيخسر. بقى دلوقتي احنا داخل نادي الزمالك بنهينه. انا اتمنى من مجلس الاداره ان هو ياخد قرار باستمرار شيكابالا بموسم قادم مع نادي الزمالك. طيب تعالى بقى نتكلم كده عن الاخبار ونشوف الدنيا ماشيه ازاي في الدوري بتاعنا. في البدايه خليني اقول لك اهلا بيك يا عزيزي الزملكاوي في دورينا غير اي دوري. طيب اول خبر معايا وهو بيقول لك في صفقه تبادليه بين النادي الاهلي والنادي المصري. النادي الاهلي طالب اللاعب احمد عيد، اللاعب اللي بيلعب باك يمين في النادي المصري، واحنا عارفين احمد عيد ده ابن من ابناء النادي الزمالك. النادي الاهلي طالبه علشان يكون بديل لمحمد هاني. طيب كمان النادي المصري زي ما انت كاهلي طلبت احمد عيد، عادي انا هطلب منك اللاعب عمر الساعي. النادي المصري خلص مع النادي الاهلي في صفقه عمر الساعي. طبعا انت اهلاوي يعني اكيد مش عاجبك الكلام ده، لكن خلاص المصري والكابتن ميمي عبد الرازق اعلن ان احنا خلاص خلصنا صفقه عمر الساعي للنادي المصري. طيب ده كان الخبر الاولاني. الخبر الثاني وهو نادي خلود السعودي اللي لعب ليه اليو جانج الموسم اللي فات،
بيقدم عرض للنادي الاهلي من اجل شراء اللاعب اليو ديانج، لكن النادي الاهلي متمسك باستمرار الدبابه الماليه. بصراحه لعيب على مستوى عالي وبيفيد النادي الاهلي. يا عم الحمد لله يا عم، ربنا يخليه لكم، احنا نتمنى ان انتوا تبيعوه اساسا، عايزين نفضلكم نص الملعب شويه. طيب ده كان الخبر الثاني. طيب في خبر ثالث. خلاص ده كده يعني باختصارا كده دي اخبار النادي الاهلي، الخبرين اللي انا قلتهم لك دول بتوع النادي الاهلي. طيب نتكلم بقى عن الخبر الثالث. بيقول لك مصطفى شلبي نجم فريق نادي الزمالك، الجناح الفريد اللي عندنا اللي بصراحه مكسر الدنيا، هداف الدوري بتاعنا مصطفى شلبي، اجتمع مع مسؤولي النادي البنك الاهلي وطلبوا ان هم يتعاقدوا معاه في الموسم القادم ان شاء الله. وهو ما عندهوش مانع، رحب بالعرض اللي مقدمه نادي البنك الاهلي وقعد مع مسؤولين البنك الاهلي. لكن مصطفى شلبي ليه طلب عند مجلس اداره البنك الاهلي، طالب ان هو التعاقد معاه يكون ب 30 مليون جنيه في الموسم. طيب خليني اقول لك ان نادي البنك الاهلي حاطط اسعار للاعب. بيقول لك انا عندي اللاعب اكتر لاعب او اعلى لاعب من الفئه الاولى بديله 25 مليون جنيه. طيب الفاز اللي عندنا، الهداف اللي عندنا اللي مكسر الدنيا عندنا وبيجيب لنا بطولات، طالب 30 مليون جنيه. طيب خليني اقول لك ان المفاوضات وقفت على كده، لكن مصطفى شلبي عنده النيه ان هو يرحل من نادي الزمالك وينتقل الى النادي البنك الاهلي. وخليني اقول لك ان هم مخلصين كل شيء، لكن الاختلاف هنا هيكون على المقابل المادي. وانا اتوقع ان البنك الاهلي هينزل من المبلغ اللي طالبه الفاز المهاجم اللي ملوه يعني مفيش زيه في نادي الزمالك. اتوقع ان هو هينزل الراتب بتاعه وهينتقل الى النادي البنك الاهلي. طيب في خبر تاني واحنا مش عارفين بصراحه، يعني العيال اللي احنا طلعناها وعملنا لها اسم وبقينا نمجد فيها على السوشيال ميديا، بقت تطلع دلوقتي او بقت دلوقتي مش عاوزه توقع مع نادي الزمالك. مين هم؟ اللاعب حسام عبد المجيد واللاعب محمد السيد. الاثنين دول رافضين تجديد عقودهم مع نادي الزمالك، وجون ادوار قعد معاهم اكتر من مره، يا جدعان احنا عايزين نجدد علشان تستمروا مع نادي الزمالك، واللي هيجي له عقد احتراف بره يخرج نطلعه عادي، يعني اعاره زوا بيع، لكن جددوا العقود مع نادي الزمالك تكون في قاعده كده ونقعد ونتفاهم ونمضي العقود الجديده. لكن اخينا حسام عبد المجيد رافض ان هو يجدد تعاقده مع نادي الزمالك، يعني معنى الكلام ان هو ماضي ومخلص مع النادي الاهلي. وكل ما المسؤولين يقعدوا معاه يقول لهم انا عايز احترف بره. طب يا ابني هات عقد احتراف بره واحنا هنبيعك، بس يكون بمبلغ كويس، النادي يستفيد وانت تستفيد. طيب جون ادوار قايل لحسام عبد المجيد هات لي عرض ب4 مليون دولار، انا مش هبيعك اكتر من، يعني هبيعك باقل، مش هبيعك باقل من كده، ب4 مليون دولار. طيب اخينا جايب عروض ابدا، هو ما فيش غير نادي بازل السويسري واللي عارض 1.5 مليون دولار، وكمان الفريق ساسكا موسكو الروسي حاطط نفس المبلغ 1.5 مليون دولار. طيب نادي الزمالك شايف ان المبلغ لا يعني ولا قيمة له فحسام عبد المجيد. لكن حسام عبد المجيد علشان نكون واضحين وصراحة مع بعض، حسام عبد المجيد موقع مع النادي الاهلي زيه زي الجعان اللي مشي، ومحمد السيد نفس الكلام موقع مع النادي الاهلي زيه زي الجعان اللي مشي، كأن نادي الزمالك ملهوش خير عليهم، كأن نادي الزمالك مش هو اللي عاملهم. انا شايف ان اداره نادي الزمالك تجيب عروض وتمشي، يا اما اللاعب لو مرضيش يمضي يتجمد، اخرك ايه؟ اتدرب يا حبيبي، ما عدا ذلك انت ما تتنكش عليا، انت ما تفرضش شروطك عليا، ماضي قول انا ماضي خلاص شكرا، واحنا بعد كده نعرف ناخد حقنا.
انما شغل المماطله والملاوعه زي الجعان ده مش هياكل مع الاداره اللي هي الجديده ان شاء الله. طيب في كمان خبر يعني كده انا شايفه مفرح بالنسبه لجماهير نادي الزمالك، وهو مصطفى محمد. مصطفى محمد طبعا زي ما احنا عرفنا الفتره اللي فاتت وشفنا التفاوضات اللي كان بيعملها النادي الاهلي علشان يتعاقد مع مصطفى محمد، لكن اللاعب شبعان، عينيه مليانه، ابن ناس محترمه، اهله شبعانين مربيينه، عيل متربي ما شاء الله عليه، بيحب نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك، مش عايز يخسر نادي الزمالك. انا بعتبره لعيب محترم زيه زي محمد شريف. محمد شريف لغايه النهارده مش عاوز يوقع مع نادي الزمالك علشان ما يخسرش النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي، لكن مصطفى محمد هو كمان رافض يخسر نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك. مصطفى محمد احتمال ينتقل من نادي نانت الفرنسي الى الدوري التركي، والمره دي هيكون نادي في تركيا اسمه بشاش شهير. يا رب اكون يعني قلت اسمه صح. يعني مصطفى محمد ممكن ينتقل من النادي الفرنسي الى نادي داخل تركيا، لكن انا يعني بتمنى من مصطفى محمد انه هو يشد حيله ويكون اقوى من كده الفتره اللي جايه. انا مش عايز اشوفه في الدوري التركي، انا عايز اشوفه في الاسباني، في الايطالي، في الانجليزي. هي دي الانديه اللي تليق بمصطفى محمد، الاناكوندا، اللاعب القوي، المهاجم اللي مفيش زيه في مصر. مصطفى محمد لعيب قوي، ابننا ان شاء الله باذن الله يتنقل لانديه اقوى من كده في اوروبا باذن الله.